الله يرحم شيخنا الشيخ حسين خطاب، قال حب مرة يحج حجة شافعية من أولها إلى آخرها، فدخل الحج مفردا، لأنه عند الشافعية الإفراد، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لما نوى بالحج، حج النبي حجة واحدة بحياته صلى الله عليه وسلم. هذا مشان يعلم هدول تبعات كل سنة، تبعات بيروحوا بيحجوا بينصبوا على العالم، بيحجوا بياكلوا أموال العالم بالباطل، نسأل الله العافية. بيرجع لهم تكيله التكايا وتعلق الزيان، يا قديس، نسأل الله العافية. النبي حج حجة واحدة في حياته، دخلها مفردا، قال نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. بنص الطريق ضم إليها العمرة فصار قارنا، يعني صارت حجته قيران، هلا بيعمل أعمال الحج والعمرة سوا. قبل ما يصل لمكة بشوي بيقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ولولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، أي لكنت متمتعا. سيدنا رسول الله يوحى إليه، فهو قام بهذا العمل ثم ضم ثم تمنى مشان يعلمنا حل الكيفيات الثلاث، مشان ما حدا يقول للثاني الإفراد أحسن، وما حدا يقول للثاني التمتع أحسن، لا أخي القران أحسن، هذا خطأ. النبي عمل العمل هذا مشان يعطينا حل الكيفيات الثلاث. الشافعية الله يرضى عنهم أخذوا بالعمل. شو عمل النبي؟ قال نويت الحج وأحرمت بالله تعالى، مو بالعمل، بالنية عفوا، هيك نوى، مو هيك نوى، قال بلى، قال هيك السنة. الأحناف قالوا لكن لا تنسى أنه بالطريق ضم إليها العمرة فصار قارنا، فأخذوا بالعمل. أنه النبي شو ساوى في النهاية؟ قلنا له انضم العمرة للحج، قال إيه معناتها؟ مالك وأحمد قال لا أسيدي، ناخذ بالرغبة، ما قال لولا أني سقت الهدي ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، يعني يا ريت. هلأ الله يرضى عنهم كل واحد معه تحليله وتبريره. اجي أنا أقول لك شو داخل أخي متمتع، الله يصلحك الإفراد أحسن، لك ليش عم تقول الإفراد؟ مين قال لك الإفراد أحسن؟ الثاني قارن، لك التمتع السنة، التمتع اتركه الله يسعدك، شو ما دخل يدخل، المهم يعرف حاله شو مساوي يعرف حاله شو مساوي. في ناس عم تحج وترجع والله مو عرفانة حالها شو مساوي. حكى لنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي انه اجى واحد لعنده من سيرة لسيرة، اجت سيرة طواف الإفاضة، انه هذا ركن الحج الركين، لا يسقط الحج إلا به بعد وقوف عرفة. ولو أن امرأة حاضت، سيدنا رسول الله لما حاضت معه امرأة وإجا زوجها اشتكى، السيدة عائشة قالت له فلانة يا رسول الله حاضت ولسه ما طافت طواف الإفاضة، شو قال للنبي؟ أحابستنا هي؟ يعني هلأ بدها تخلينا ننحبس بمكة لتطهر وتطوف. شو معنى ذلك؟ معنى ذلك ما في بيرفع ايده هذا بيقول له شيخي ليش طواف الإفاضة ركن؟ قال له الشيخ عبد الرزاق ليش انت لسه ما حجيت؟ قال له حاجة 7 حجاج الله وكيلكم. انا سمعانا من الشيخ عبد الرزاق 7 حجاج، الاخ بيرجع بيلاقي عجقة بيقول لك سنة ما جعل عليكم في الدين من حرج. 7 حجاج، بتعرف شو عليها؟ عليه قضاء ال7. إذا قال 7 حجاج ما طفت طواف الوداع، نقول له عند مالك أخي سنة. إذا قال 7 حجاج ما بتت بمنى، نقول له بعات على مكة اذبح لك 7 خواريف. 7 حجاج، أما 7 حجاج ما طفت طواف الإفاضة. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، عامل حاله حجي 7 حجاج. فخلي الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشيخ الله يرحمه بده يحج حجة شافعية، نوى الحج مفردا. يا سلام، هذا بفوت على مكة بيطوف طواف القدوم، وإذا بده بيسعى سعي الحج، سعي الحج، سعى طفى، هو عم يطوف الشيخ الله يرحمه. مالت عليه امرأة، اجت ايده على ايدها، لا حول ولا قوة الا بالله. مو شافعية الحجة؟ يمس المرأة عند الشافعية يبطل الوضوء، ترك الطواف.
وين أنا تركت؟ إذا أنا هي الركن كذا من القرنة نزل، توضى وطلع، رجع له مترين احتياطا وتابع. ثالث شوط كمشة نسوان اندفشوا على الشيخ الله يرحمه، لا حول ولا قوة إلا بالله، نزل توضى وطلع. أنا الثالث ولا الرابع؟ لا الرابع، لا الثالث، لا الرابع، بنى على الأقل 3 توكلنا على الله. الشوط الخامس واحدة تمسكت بالشيخ هتوقع، لا حول ولا قوة إلا بالله، نزل على زمزم توضى وطلع. هو طالع من زمزم تفركشت فيه امرأة، نزل توضى وطلع. شو قال؟ يا رب لا تأخذني، نويت تقليد أبو حنيفة. هيك الله يرحمه نازل طالع عم يتوضى. عند أبو حنيفة ما في شيء، الله يرحمه ويرضى عنه ويجزيهم عنا كل خير. الشيخ شعر بتقصيره انه يا رب لا تأخذني، قلد ابو حنيفة هليك نازل طالع توضى. والاثنين طفنا، منين بدينا منين انتهينا؟ الشوط الرابع ولا الثالث؟ لا الثالث، لا الرابع، بدينا من هون لا من هون الى غير ذلك. اذن لما ربي سبحانه وتعالى بيكرم، لا انت تعلق المسألة باسماء شافعي حنفي كذا، اجتهادات هي فضلا عن الاسماء. هلا لو الشافعي الله يرحمه دون علمه وما سماه، يعني اجوا تلاميذه ما قالوا ان هذا علم الامام الشافعي، اجتهاد معناها من الاجتهادات. وبرجع بذكر انا بمسألة دائما اكررها، اذا انت قلبك يعني نائزك شوي مو عاجبك الوضع، اتعلم علم اصول الفقه، تعلم علم اصول الفقه واجتهد لحالك يا اخي، اجتهد. والله الشافعي ما بس ايدك لتقلده، بس انا بوس ايد الامام الشافعي ليخفف عنا هالمسألة. وابو حنيفة ما لحقك على باب بيتك وقال لك كرمال النبي قلدني. والامام مالك اجتهد الله يرضى عليك. انا كل ما بيجي واحد بيقول لي ليش اختلفوا؟ بقول له اجتهد ولا تختلف معهم. واول شروط الاجتهاد، اول شروط الاجتهاد يكون عنده المام، مو المام عفوا، يعني علم بشيء اسمه القرآن الكريم، بالناسخ والمنسوخ، بعلم القراءات العشر، بالليل والنهار، بالسفر والحضر، بالمكي والمدني إلى غير. بده يكون باللغة العربية، بيمسك القرآن بيعربه من أوله لآخره، ما بيوقف عند وحده. مو إذا قلت له عرب لي وحرمت عليكم بيقول لك وحرمت، حرمت. ايه اخي فعل ماضي، شو فعل ماضي؟ تعال هون، حرمت، حرمت معناتها مبني للمجهول. وين ركضت انت اخونا بالعجقه؟ فسيكفيكهم الله. عرب لي بيقول لك ولي شو عرب لي؟ قال له هي ما بتنعرب شقفه واحده بدها فكفكه. الفاء لحالها والسين لحالها ويكفي لحالها والكاف لحالها. إيه ما بتعرف الماضي من المضارع، جاي تقول ليش اختلفوا؟ صح، ما بتعرف. بده يكون عنده علم بالسنة. شو يعني علم بالسنة؟ يعني بعلم الحديث وعلم السند وعلم المتن وعلم الرجال، علم الرجال. فالله يرضى عليك روح بوس ايد الامام الشافعي وقول له الله يجزيك الخير عنا ويخفف عنا قد ما خففت عنا، رحمهم الله تعالى.